صباح الورد والهنا. لما الست الفلاحة اللي بتشتري منها الخضار او الخضروات يقولك خدي لك كرومبايه ولا اتنين يا مدام، ده خلاص قرب يخلص والشهر ده مش هتلاقي كرومب بعد كده، صدقي. يلا فرزي الكرومب وانتي بتسلقيه اوعي تهريه، عشان اعملي وقت التلاجة او الفريزر لما يستنى فيه. ولما يقولك خدي لك كرومبايه اعملها مخلل برضه ما تستغربيش. انا خدت كرومبايه زي ما انت شايفه كده، ومنجرايه جميله كده كانت في التلاجة، وعملت احلى بطرمان مخلل، وكمان عندي علبه مليتها كمان بالكرومب، بيبقى لذيذ جدا ودليشيس. لما بتشتري الترشي الراجل بيحط لك حته صغيره على اساس يعني زي اللارنج كده والحاجات، ليمون القضاليا اللي هو رخيص قوي دلوقتي، اللي عملته معصفر معاكم قبل كده، يعني ان دي فواكه المخلل، فبيحط لك حته صغيره خالص. لا انا عملت برطمان كبير وكمان علبه، يوم بس كده واستني على اللون بتاع الميه ده، هيبقى لونه بلون البنجر كده وجميل. وكمان اوعي تنسي تفرزي لك شويه كرنب حلوين كده، عشان انتي اول ما الشتا يخلص هيوحشك مخلل الكرنب. فاوعي ليه تخلي نفسك وحشك حاجه، اعملي كل اللي في نفسك وفرزي كل اللي في نفسك كده. وصباح الورد والفل عليكم، وكل سنه وانتم طيبين عشان الايام الجميله اللي احنا فيه. اللهم بلغنا رمضان يا رب من غير فاقدين ولا مفقودين ان شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين.